السلام عليكم متابعين ديالي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا لا فيديو نتاع اليوم. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم زكيه فاميلي. فيديو جديد كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تخلوا لي لايك ديالكم، التشجيعات ديالكم بتعاليق والاشتراك في القناه ديالي وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للفيديو نتاع اليوم غادي نحضر معكم براونيز، بصراحه كتجي لذيذه بزاف، انا عيا ما نشكر فيها. خاصكم تجربوها بصراحه، كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. كنتمنى تجربوا الوصفه على الطريقه ديالي وتقولوا لي في التعليق كيف جاتكم، وخليوا لي كيف جاكم لا فيديو نتاع اليوم. خليوا لي تعليق شجعوني به، بارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم. الا عجبكم الفيديو نتاع اليوم ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، اول حاجه بالنسبه للفيديو غادي نحضر معكم وفي نفس الوقت نعطيكم المقادير باش هكا ما يجيكمش الفيديو طويل. عندي هنايا في واحد الزلافه غادي ندير فيها 2 معالق كبار ديال الزبده. المهم عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، انا بصراحه هما اللي كانوا عندي في البواطه. نتوما غادي ديروا تقريبا 3 ديال المعالق، واخا هكاك جاتني زوينه. المهم نتوما من الاحسن ديروا 3 ديال المعالق ديال الزبده كبارين. صافي هنايا درت واحد الزلافه 2 معالق كبار ديال الزبده. غادي نزيد عليهم 20 قطعه ديال الشكلاط مربع كيف ما كتشوفوا بهذه النوعيه هذه. غادي ديروا عليهم 20 قطعه. من بعد غادي ديروها في حمام مائي، يعني غادي تذوب داك الشكلاط وهذيك الزبده مع بعضياتهم. المهم 20 قطعه غادي ديروها. صراحه هاد براونيز للناس اللي كيعشقوا الشكلاط راها كتجي صراحه لذيذه بزاف، وكتجلس واحد الوقت اللي هو كثير، ماشي بحال الكيكه يعني غادي ديريها يومين 3 كتنشف. لا، هذه يعني بصراحه كتجلس وقت طويل. صافي من بعد ما درت الزلافه اللي فيها الشكلاط والزبده درتها في حمام مائي، يعني كتذوب لينا. هنايا في واحد الاناء فارغ غادي نضيف 2 ديال البيضات هكا بحراره المطبخ. من بعد غادي نزيد لها المقادير الاخرى كما قلت لكم. راه غادي نعطيكم المقادير وغادي نديروا الطريقه في نفس الوقت باش هكا ما يجيكمش لا فيديو طويل. صافي من بعد ما درت 2 ديال البيضات غادي نطربهم واحد شويه كيف ما كتشوفوا بالطراب يدوي. صافي من بعد غادي نزيد عليهم سنيده. بالنسبه للسنيده غادي ديروا نتوما الحلاوه اللي كتبغوا. بصراحه البراونيز راها كتجي حلوه وكتقهم حيت راكم عارفين فيها الشوكولاط. هنا تقريبا درت انا 5 ديال المعالق ديال سنيده، ولكن الناس اللي كتعجبهم الحلاوه يعني غادي ديروا 5 ديال المعالق. ما كتعجبكمش الحلاوه بزاف غادي ديروا 4 ولا 3 ونص، المهم على حسب نتوما والحلاوه ديالكم، داكشي اللي كتبغيو. صافي هنا غادي ندير واحد الشاصي ديال سكر فانيلا وغادي نخلط مع بعضيات هاد المقادير مع بعضياتهم حتى كتذوب هذيك سنيده كيف ما كتشوفوا. صراحة راه طريقة يعني سهلة، وخا بصراحة يعني فيها الوقت شوية، ولكن ما تساهل لذيذة. تقدر تحضروها للضيوف الكوتي وليداتكم دابا يديوها معاهم المدرسة، بصراحة كتجي لذيذة بزاف. صافي هنا كيف ما قلت لكم كنطرب مزيان سنيده والبيض وداك الشاصي ديال سكر فانيلا اللي درنا. صافي كيف ما قلت لكم بعد ما طربته مزيان عندي هنايا واحد 3 ديال الكيسان، او عفوا 3 ديال الشاصيات ديال الشكلاط غبره كيف ما كتشوفوا. الا عندكم هذاك ديال العبار تقدروا ديروه. المهم انايا درت هاد الشاصيات 3، ولا كان عندكم متوفر غادي ديروا 4 يعني الا بغيتوها تجيكم كحله، يعني داك عاقده بالشكلاط وتجي اللون ديالها هكا كحل، غادي ديروا 4. انا درت 3 ديال الشاصيات كيف ما كتشوفوا كنفرخهم كاملين. ولا عندكم داك ديال العبار غادي ديروا 3 ديال المعالق. صافي هنايا كنخلطهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. المهم حتى كيتخلط لنا الشكلاط مع البيض. المهم هاد الكيكه راها في الشكل ديالها راها كتجي ثقيله، راه ملي كتكونوا تخدموها راها كتجي ثقيله، ولكن ملي كتحشى في الفران طيب وداكشي كتخشيوها في الفران طيب وداكشي كتولي عاديه كتطلق، فهمتوني؟ كتولي كيكه عاديه. اما راه ملي كتكونوا كتخدموها راها ثقيله. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا كنطرب مزيان داك الشكلاط مع البيض وسنيده.
وصافي. ومن بعد هنايا غادي نجيب الشوكولات اللي كنا درنا في حمام مائي. كيف ما كتشوفوا هو بالزبده راه داب كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نضيفهم فوق الخليط. يعني من الاحسن تخليوهم كيبرد واحد شويه باش هكا راكو عارفين ما يطيبش البيض. صافي. وهنايا كنضيف الشوكولات اللي ذوبناه في حمام مائي هو والزبده، كنديرو على الخليط اللي درنا في الاول وكنخلطهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا صافي. من بعد غادي نزيد عليهم واحد الشاسي ديال خميره ديال الحلوى بوزن 8 غرام، شاسي واحد. ومن بعد غادي نزيد عليهم الطحين. بالنسبه للطحين غادي نضيف هنايا كاس ونص تقريبا ديال الطحين. مهم انايا ضفت هنايا كاس ديال الطحين باش هكا يعني نتوما كتخدموها وكتشوفوا. فهمتونا البنات؟ يعني نتوما كتخدموها هكا بداك الخلاط اليدوي ونتوما كتشوفوا. الا كان خاصها الطحين غادي تزيدوها الطحين، ما كانش خاصها ما غاديش تزيدوها. المهم راها كتكون كما قلت لكم راها كتكون قاصحه، ما كتكونش بحال الكيكه عاديه اللي كنديرو. راها كتجي قاصحه، كتجي معلكه، راه ما كتبغيش تنهز بهداك الخلاط ديال اليد، راه كتجي قاصحه بزاف. المهم نتوما على حسب المهم الخليط ديالكم كتخلطوا وكتشوفوا. صافي. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي قاصحه. وفي البلاص خصكم تهزوها ديروها في اللاطه ديال الفران، حيت راها كتزيد تقصح. الا خليتوها يعني بزاف راها كتزيد كتقصح. صافي. هنايا في هاد اللاطه هذه اللي غادي ندخل الفرن كما كتشوفوا. كما قلت لكم راه خليتها غير واحد شويه على ما دهنت اللاطه ودرت ليها داك الشوكولاته غبره، يعني تقالت ما بقاتش كما كانت مرخوفه. صافي. هنا كما قلت لكم بعد ما سرحتها بواحد المعلقه قاديتها غادي ندير عليها الشكلاط. ضفت عليها الشكلاط هكا مقطع. نتوما المهم على حسب الاختيار ديالكم اللي متوفر عندكم غادي ديروا. تقدروا ديروا الزبيب، الكركاع. المهم انا درت الشكلاط واللوز مهرمش من الفوق، يعني للتزيين فقط. وانتم على حسب داكشي اللي متوفر عندكم. هنايا قطعت اللوز وهرمشته ودرته من الفوق. المهم راها كتجي الطبقه راه كتجي رقيقه، راه ما كتجيش شي طبقه غليظه يعني تحبوا كيكه كتكون يعني منفوخه وكل شيء. هذه راها كتجي رقيقه. صافي. هنايا كما قلت لكم غادي نطفيها الفران كطيب من الفوق ومن التحت، وكتكون هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. يعني حاولوا تردوا لها البال باش ما تحرقش. يعني من الاحسن ديروها في الثلاجه تبرد وتشد راسها مزيان عاد تقطعوها. المهم انا باش كنت بغيت نصور لكم داك الفيديو قطعتها وهي سخونه. يعني من الاحسن ديروها في الفران عفوا في الثلاجه تبرد مزيان، وديك الساعه تقدروا تقطعوها وتقدموها يعني للضيوف ديالكم ولا وليداتكم. وما انا قطعتها وهي سخونه باش هكا نوريكم الشكل النهائي ديالها كيف كتجي. صراحه جات لذيذه بزاف، جات رائعه. كنتمنى تجربوها على الطريقه اللي درت انايا. صراحه جات رائعه وسهله عادي بحال اي كيكه كنوجدوها. وصافي. هنا كنقطعها يعني مربعات وهي سخونه. وكما قلت لكم من الاحسن ديروها في الثلاجه تبرد وعاد غادي تقطعوها وتقدموها. وصافي. هنايا غادي نهز واحد الطريف باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. راه بصراحه التليفون ما عطاهاش حقها، جات زوينه بزاف. وكما كتشوفوا راه جات معلكه بداك الشوكولاط اللي درنا دايب وشوكولاط غبره، جات معلكه بزاف. كنتمنى تجربوها. بغيتو تدهنوها بالشوكولاط من الفوق دهنوها، بغيتو كما قلت لكم ديروا الكركاع ديروه. صراحه راه جات زوينه بزاف. المهم كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، وهذا هو نهايه لا فيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي شي لايك. والسلام عليكم.